اشتغلت على مشاريع كتير جدًا وعندك شغل محترم، وتفكر تقدّم على شغل أو حتى بتفكر إنك تبدأ تشتغل freelancing. أول سؤال بتسأله من أي client هو ورّيني شغلك، فين الشغل بتاعك ده؟ عشان يتأكد إن أنت فعلًا الشخص المناسب للproject بتاعه. عشان كده أنا النهارده هاكلمك عن أهم 10 نصايح لو بتعمل portfolio، إزاي تعمل الportfolio بتاعك بطريقة تكون professional ويظهر للناس أو يظهر الشغل بتاعك بشكل كويس، تمام؟ ده هنا الportfolio بتاعي هاحاول إن أنا أمُر عليه سريعًا كده، هيكون بيطبّق النصايح تقريبًا اللي أنا هاتكلّم فيها. فبشكل سريع ده الportfolio دي الprojects، تمام. طيب هاقول لك على الحاجات اللي أنا راعيتها، وهاقول لك على الحاجات اللي أنت المفروض تاخد بالك منها وأنت بتcreate الportfolio بتاعك. أول حاجة والله هي modern UI، خلّي الUI بتاعك يكون كويس. ممكن تستعين بصديق مثلًا شغّال UI يعمل لك UI design كويس، أو إنّك تخُش على حاجات زي awards مثلًا وحاجات زي كده، إن هي بتوفّر لك UI. مش هاقول لك إنّك بتcopy الUI ده، بس بتوفّر لك portfolios كتيرة جدًا. شوف الportfolios بتاعة الناس التانية، خُد منها inspiration واعملها وطبّقها عندك، تمام. فأول نصيحة وأول tip هي الmodern UI. طيب تاني حاجة هي إنّك تخلّي الportfolio بتاعك simple من ناحية الtext أو الcontent. حاول ما تحطش كلام كتير أوي، فاهمني؟ يعني أنا هنا مثلًا حاطط 3 كلمات و4 كلمات، تمام. كان ممكن أحط هنا paragraph كمان يوضّح الفكرة أكتر، بس حاولت ما أعملش كده، تمام. خلّي الtext بتاعك قليل على قد ما تقدر ويوصّل الفكرة. هنا طبعًا عشان دي الabout فحاطين فيها الabout فعليًا يعني. بس زي ما باقول لك حاول تخلّي الtext أو يعني قليل، والصور والكلام والprojects وكده هي اللي بتعبّر عنك أكتر من الtext، أكتر من إنك تكون بتتكلم أكتر عن نفسك، فاهمني؟ لأ، عبّر عن نفسك بالشغل بتاعك. طيب بعد كده خلّينا نتكلم عن الskills. حاول ما تحطش الskills بتاعتك أول حاجة بطريقة اللي هي النسب دي. باشوف ناس اللي هي بتحط إيه، HTML بنسبة 70%، CSS بنسبة 80% وحاجات زي كده. طبعًا ده مش منطقي خالص، يعني أنا وأنت عارفين إن أنت حاطط نسب عشوائية، فده مش منطقي. عايز تحط الskills حطها بس الicons بتاعتك أو الicons بتاعة الskills دي بس، من غير ما تحط إيه، حتة الpercentage دي. زائد إنك خلّيك واضح وخلّيك صريح في الskills اللي عندك. يعني مش معنى إنك شُفت مثلًا crash course لdocker مثلًا تروح تحط docker في الskills، تمام. ليه؟ لإنك هتسأل عنه في الinterview، فأنت لو مش متأكد إنك عارف الحاجة دي واشتغلت بيها فعلًا على project طلع production أو freelancing أو غيره، ما تحطهاش في الskills. فخلّيك صريح وحُط الskills اللي أنت فعلًا عارفها، تمام. طيب بعد كده هنتكلم عن الجزء بتاع الprojects. حُط الprojects عن طريق حُط فيها الlive demo، يعني الlink بتاع الdemo. أنا هنا لو ضغطت على الID بيروح على الproject. حُط فيها الsource code، يعني icon تانية لGitHub لو مسموح لك لحاجة زي كده، لو الrepo دي مش private يعني ومسموح إنك تشيّر الsource code، فحُط برضه إيه link الsource code بتاع الproject ده، تمام. طيب نيجي بعد كده برضه لنقطة مهمة، وهي إنك تخلّيك selective في الprojects بتاعتك. بمعنى إن أنا أو أنت هتلاقيك عامل فعلًا فوق ال50، 60 project من ساعة ما بدأت تشتغل، يعني من ساعة ما بدأت إنك تتعلم أصلًا. فأنت عامل projects كتير أوي. حُط أهم projects بس، ما تحطش كل الحاجات دي. ما تحطش الto do list اللي أنت كنت بتتعلمها في الأول، ما تحطش الweather app، تمام. فحُط أهم projects اللي أنت فعلًا اشتغلت عليها في شركات أو اشتغلت عليها freelancing أو حاجة تبع الproduction أو كده. حُط الprojects المهمة والقوية، تمام. فأنت ممكن تكتفي ب3، 4 projects بس. طبعًا أنا عامل هنا نظام اللي هو الtabs دي، كل تابة فيها إيه، تقريبًا 3 projects عشان بس إيه، نصنّفهم على حسب الbusiness نفسه أو نوع الproject. ولكن أنت ممكن ما تعملش كده عادي، ممكن تكتفي ب3، 4 project هم الأهم بالنسبة لك وهم الأقوى، تمام. طيب إحنا كده خلصنا نصيحة رقم 5. لو أنت مهتم أو عاجبك الفيديو لحد دلوقتي وشايف إنك الفيديو مفيد بالنسبة لك، فاعمل like، ما تنساش، واعمل سبسكرايب في الchannel لو أنت أول مرّة تشوفني، وشارك الفيديو مع أصحابك برضه ممكن يكون مفيد لحد بالنسبة لهم. طيب خلّينا نكمّل بعد كده الtip رقم 6، وهي إنّك لو هتعمل project من tutorial على يوتيوب أو udemy course أو غيره، حاول تcustomize الproject ده، حاول تعدّل عليه، ما تاخدش الproject copy paste. ليه؟ لإنّك لمّا تاخده حاجة copy paste كده الrecruiter أو غيره بيكون عارف إن الproject ده copy paste، بيكون عدّى عليه portfolios كتير جدًا ويكون شايف الproject ده قبل كده، فما بيكونش حاجة جديدة بالنسبة له. فحاول زي ما باقول لك لو هتاخد project من course حاول تغيّر فيه شوية، تعدّل فيه، تعدّل في الUI، تعدّل في الفكرة بتاعته، تضيف feature وهكذا يعني، تمام. طيب بعد كده هي طريقة التواصل، دي أهم حاجة تقريبًا في الportfolio. حُط طريقة تواصل سهلة. أنا هنا عامل أكتر من طريقة تواصل. الform دي طبعًا شغّالة، عامل لك الmail، عامل لك رقم الواتساب، عامل لك هنا الicon دي لو ضغطت عليها هتروح على الواتساب على طول بتاعي. فزي ما باقول لك طريقة التواصل مهمة جدًا.
اوعى تنسى إنك تحط الرقم، هتحط الرقم غلط أو الميل غلط مثلًا أو حاجة زي كده، أو الform دي مش شغالة. اتأكد 100% إن طرق التواصل بتاعتك تكون سهلة وتكون available فعليًا، يعني الناس تقدر إن هي تتواصل معاك، تمام؟ طيب هتحط بعد كده الlinks بتاعة بقى GitHub أنا حاطط هنا Upwork وYouTube عشان عندي channel على YouTube، LinkedIn، GitHub. حط اللينكات بتاعتك كلها، أنا حاططها في أكتر من مكان، 3 أماكن هنا، وبعد كده حاططها برضه هنا في الfooter، وحاططها هنا كمان، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده. فالlinks بتاعتك مهمة. اعتبر إن ده النسخة الأفضل من الCV بتاعك، تمام؟ الCV أنت ملتزم بعدد كلمات معين وعدد صفحات معين وكده. البورتفوليو هو كل الحرية معاك، أنت الclient بتاعك، أنت الclient بتاع نفسك في البورتفوليو، فأنت بتdesign على حسب دماغك وعلى حسب أنت حابب إيه بالضبط، تمام؟ فمعاك كل الحرية في البورتفوليو إنك تعمل كل حاجة أنت عايزها. طيب بعد كده خلّيني أقول لك إنك تحاول تخلّي البورتفوليو فيه لمسة شخصية شوية، حاول تكون نفسك زي ما بنقول. أنا حاطط هنا في الabout مثلًا، حاطط إن أنا باحب ألعب شطرنج مثلًا، تمام؟ والrating بتاعي في الشطرنج، باحب مش عارف باستمتع بالأفلام والمسلسلات مثلًا يعني، تمام؟ فحاول تحط حاجة بتعبّر عن نفسك عادي، حاطط صورة ليّا من event كنت شغال فيه قبل كده. فزي ما باقول لك حاول تحط حاجة بتكون expressive أو بتعبّر عن نفسك. والtip رقم 10 اللي هاتكلم عليها دلوقتي وأختم بيها الفيديو هي الdomain. حاول تشتري domain. أنا هنا شاري اللي هو عمرو مصطفى .dev. حاول تشتري domain، ده بيكون شكل professional أكتر بكتير من إنك تكون .github.io مثلًا أو .app.vercel أو غيره أيًا كان .netlify مثلًا، تمام؟ فالdomain مش حاجة غالية، الdomain تقريبًا 10 $15 في السنة. ممكن تشتري من هوستنجر، ممكن تشتري من GoDaddy، Namecheap، أي حاجة، تمام؟ ومش هيكلفك كتير، وفي نفس الوقت بيخلي شكل البروفايل بتاعك أو البورتفوليو بيكون شكله بروفيشنال أكتر، تمام؟ بس كده احنا خلصنا ال10 تيبس. ولكن لو مهتم إنك تشوف بقى إزاي تضبط الCV بتاعك، فالفيديو اللي فات هاسيبه لك دلوقتي في الكارد اللي هيظهر لك، كان بيتكلم عن الCV وإزاي تكتبه بشكل احترافي فعلًا إن هو يبدأ الناس ترد عليك. ولو مهتم كمان إنك تبدأ بقى في مجال الفريلانسنج، فالفيديوهين الجايين إن شاء الله هنتكلم في الفيديو الأول عن المستقل، كل التفاصيل بتاعته وإزاي تعمل عليه فلوس، وهنتكلم طبعًا عن كل حاجة بقى الproposal والكلام ده كله cover letter والprojects بتاعتك. والفيديو اللي بعده هنتكلم عن Upwork وإزاي قدرت إن أنا أعمل أول $1000 على Upwork. فلو مهتم بالفيديوز دي، لو مهتم بالcontent، ما تنساش إنك تعمل subscribe إن شاء الله وتفعل الجرس عشان يوصل لك الnotifications لما الفيديوز دي تنزل. وبس كده، أشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.